سنة 1516 ميلاديا حصلت معركة هزت المنطقة كلها، معركة مرج دابق. الصراع كان بين العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول والمماليك اللي كانوا مسيطرين على الشام ومصر. السلطان سليم كان عنده طموح كبير، وكان شايف إن ضم الشام ومصر هيقوي الإمبراطورية العثمانية وهيزيد كمان من نفوذها في المنطقة الإسلامية. ولما تقابل الجيشين في ساحة مرج دابق حصلت مواجهة ملحمية. في لحظات من بداية المعركة المماليك وقعوا في فخ العثمانيين بعد ما خانهم بعض قادتهم. انتهت المعركة بانتصار الساحق للعثمانيين، والنتيجة كانت إن العثمانيين سيطروا على الشام بالكامل، وبعدها بوقت بسيط قدروا يدخلوا مصر ويعلنوا نفسهم خلفاء للمسلمين. وده حول الدولة العثمانية لقوة عالمية قدرت تحكم العالم الإسلامي. ومن هنا بدأت فصول جديدة في تاريخ العثمانيين.